يا هشام، مساء الخير يا هشام. هشام سليم. ايوه هشام سليم. حبيب قلبي، ده انا كتبت عليه مقاله يا مصطفى بيه والله. حبيبي، ده حبيبي ده هشام. مساء الخير يا هشام. مساء الفل عليكم، ازيكم؟ وحشني يا حبيبي. هو ايه اللي بيحصل ده؟ والله يا هشام انا مش عارف ايه اللي بيحصل يا هشام. انا بقالي اسبوع متابع هذا، مش عارف انت سامعني ولا مش سامعني الاول. انا سامعك. سامعك. يعني قول لي ايه رايك في اللي انت سمعته. وانت كنا بنتكلم انا وانت من حوالي شهرين ثلاثه كده، كعادتنا مع بعض يعني، من احدى المكالمات. وانت قلت لي ان مستر مانويل جوزيه قال للكابتن صالح انا عايز 3 4 لعيبه. كابتن صالح قال له ايه؟ قال له لا ما ينفعش. قال له احنا عندنا الاشبال واحنا اللي بنطلع الاشبال بتاعتنا، وعاده ما بنجيبش ناس من بره، ولو في حدود معقوله انما انك نشيل ناس ونسيب الاشبال بتوعنا، احنا ما بنعملش كده. ده اللي قاله لي يعني. بالظبط. ده الكابتن صالح، ده ابويا. اتمنى المهندس عادل القيعي يكون سامعنا دلوقتي زي ما متعود دايما بيتفرج علينا. ان هو قال الكابتن مصطفى ده كان صالح سليم مات. ادي هشام صالح سليم بيقول على الهوا، مش انا اللي قلت. بص يا مصطفى، خلينا نتكلم. انا ساكت بقالي كتير جدا. والموضوع ده متهيألي معروف. انا قلت لك قبل كده ان الاستاذ حسن حمدي في اخر انتخابات كان ابويا قال له انزل، انا بقالي 20 سنه بقول عليك انت وانا هزكيك. فتحجج بان رجله ما يقدرش ومش هيكمل، ولو ابويا ما رشحش نفسه هو كمان مش هيترشح. فزنق ابويا زنقه ما حصلتش يعني. لانه كان فاكر ان معاه مش عارف بيسموهم ايه بقى عشان ما بقاش غلطان، ان ناس تسنده يعني. ولكن ده ما حصلش. لما توفى يعني في خلال بقى السنتين الاخرانيتين دول، واظن النادي الاهلي لاحظوا، وكان في ظهر المسؤول الاستاذ حسن لابويا. فاللي انا سمعته ان حصل كان في اشكالات، وابويا ساب الاجتماع، وحسن حمدي مش عارف حصل ايه، يعني كلام انا برضه ماليش في التفاصيل قوي. ايوه يا هشام. برضه كان شغال ايام الوالد. وكان ابويا برضه شكره وقال له كفايه انت، وجابوا مدير كوره جديد او حد يتعاقد جديد غير الاستاذ القيعي. وعلما بان الاستاذ القيعي ده هو اللي مربيني انا وانا طفل صغير، كان من الناس اللي انا عرفتها في النادي الاهلي. بالظبط. وانا نفسك انا شفته مناسق للكابتن صالح الحقيقه. ما هو بالظبط. المهم فحصل برضو كلام مع والدي. لما حصل الكلام ده، لان انا بحب القيعي، فبقول له ليه ما مشيت القيعي؟ قال لي مش تمام. فالكلام دلوقتي مفهوم. زائد لما ابويا مات انا لقيت شريط معمول، ناس حاطه اعلانات، 100 اعلان في شريط بعد ما ابويا مات باسبوع ولا اسبوعين ولا 3. استغربت جدا، قلت الله، طب ما قالولناش ليه؟ بالظبط. ثانيا هم عملوا الكلام ده امتى؟ ده احنا مصر لو نفذنا اللي اتنفذ ده في حياتنا الطبيعيه نبقى بلد متقدم جدا. زائد ان في برضه كنت سالت ابويا في الفتره دي، قلت له طب وبعدين هنعمل ايه في النادي الاهلي؟ قال لي انا خايف بصراحه على النادي الاهلي، لان في خزينته 40 مليون جنيه، وده عمره ما حصل كده في النادي الاهلي. ده دلوقتي مش لاقيين. بعد 6 اشهر يا مصطفى لقيت ان اللعيبه والمش عارف ايه في ازمه ماليه في النادي الاهلي. بعد 6 اشهر تقريبا. اللعيبه اللي جت دي كلها ببلاش يا هشام؟ ما انا ما اعرفش بقى. وانا طول عمري بقول في جمعيه عموميه في النادي الاهلي، يعني يمكن انت سالتني كذا مره قبل كده ومش مشاكل وبتاع، قلت لك انا بحترم الجمعيه العموميه للنادي الاهلي لان انا ابويا علمني كده. ابويا علمني ان انا اكون واضح. بالظبط. انما اللي احنا فيه ده مش وضوح.
وبعدين الانجازات، انا اسف جدا يا مصطفى، انت بتقول انجازات دفع فيها النادي الاهلي ايه؟ كل حاجه. النهارده النادي الاهلي بيقول لك ما عندوش فلوس. يا هشام انت عارف كام لعيب جم في بدل 7-8 سنين اللي فاتوا؟ يا 68 لعيب. يا استاذي حضرتك بتتكلم عن جونيور. ايوه. جونيور ده انا لو جبت واحد مكسح هيلعب احسن منه. لا ده يا هشام يا صالح يا الكلام ده مع فلافيو قبل كده. انما فلافيو انا كنت بقول ده لعيب جامد جدا، انما الراجل التاني ده مش عارف يرفع كوره ولا يمسك كوره ولا يباصي كوره ولا يشوط كوره. ما هو اصلا واقف في الملعب مش عارف بيلعب مع الاحمر ولا مع الاخضر ومع الاصفر. لا انا ما اعرفش، فهيعرف منين؟ دي حاجه ثانيه. وبعدين انا عايز اقول حاجه برضه، حكايه ادمانه دي احنا كان عندنا برضه لعيبه كانت مدمنه حاجات وكلام من ده. دي حاجه تخصه. ولكن كانوا لعيبه في الملعب، كان عندنا ناس دخلوا حتى سجون بعد ما بطلوا الكوره وبتاع وسابوها علشان الحاجات الثانيه وانت تعرفهم. ايوه. ايوه. ده كان لعيب جبار. كان باين انه لعيب جبار، انه بقى يبقى تعاطى وما يتعاطاش دي حاجه ثانيه، انما المشكله دلوقتي في الجونيور انك انت اللي بتقوله ده كلام خطير جدا. امال تقول ايه في ابو السعود ابو 7 مليون اللي لعب 3 ماتشات؟ تقول ايه في شريف اكرامي ابني طبعا اللي جابوه بعد ما كان فري بشهرين ب5 مليون جنيه؟ بص يا بيه، انا ما اقدرش اتكلم في الحاجات دي لان انا ما اعرفهاش. والجمعيه العموميه بتاعه النادي الاهلي هي اللي موجوده. وانا سامع بقالي سنين ان النادي الاهلي جواه وحش. انت سامع؟ العمال بيشتكوا. انا سمعتها من العمال وسمعتها من الموظفين، بس ما ينفعش اقولها على الهوا يا هشام. الله يرحم ابوك كان بيدينا الفلوس قبل اي حد. هو ده بتاع المبادئ والاخلاق اللي علمنا. فالجمعيه العموميه موجوده والحمد لله، الناس الاشراف موجودين. انت عارف انا ممنوع ان انا اخش النادي الاهلي، والكارنيه اللي انا قلت انا مستعد ادفعه، انا مش عاوزه ببلاش، لان ابويا قال لي علمني لما تعوز حاجه انت لازم تدفع قيمتها. بالظبط. انا واخويا رحنا مع ابويا اخر مره للاستاذ محمد الراغب وقال له شوفوا انتوا هتدفعوهم ازاي. لغايه النهارده ما حدش تعب نفسه وكلمنا. لا اله الا هشام خالد سليم، عشان خالد الكبير خالد صالح سليم وهشام صالح سليم، بس مش اعضاء في النادي الاهلي. وهقول لك حاجه يا مصطفى، انا يعني العضويه دي لا هترفعني ولا هتقللني ولا هتخليني ابن صالح سليم ولا مش هتخليني ابن صالح سليم. انما اللي بيعملوه ده ذوقيا واخلاقيا وادبيا ما يصحش. لو هم بيتكلموا عن مبادئ صالح سليم فيا ريت يعرفوا مبادئ صالح سليم الاول قبل ما يتكلموا عليها. هشام، يعني لو ابن مختار التتش كان عايش كان ابويا قعده بعيد علشان يقول له لا انا ما اقدرش ادي لك الكارنيه. استحاله. بس استحاله طبعا. بس ولكن ده برضه ما هو الدوله قبل كده كانت كده يا مصطفى. ابويا في الاهرام والاخبار ما فيش سطر كل سنه يقولوا الذكرى السنويه للراجل اللي مات ده. الحكايه كبيره جدا والفلول في كل حته. اعرفوهم بقى ونظفوا البلد منهم، لان البلد خلاص انتوا شايفين البلد راحت والسوس واكلها. ايوه. والسوس في كل حته. ايوه. والشعب هو اللي هيقدر ينظم ده، لا حكومه ولا رئيس جمهوريه. الشعب والجمعيات العموميات والنقابات. من غير ما نكسر ومن غير ما نشتم بعض نقدر ناخد حقوقنا كويس جدا جدا جدا. بالظبط، مهم قوي، من غير ما نكسر ومن غير ما نوقف حال البلد يا هشام. ونفضل محترمين بعض، مش ضروري انا اشتمك وانت تشتمني يا مصطفى، ما يصحش. انا ممكن ابقى ضدك وانا في منتهى الاحترام. انا كنت ضد ابوك في الانتخابات وجالي قال لي تعالى انت بتهرب مني ليه؟ انا احترمتك اكتر من الاول وانا كنت زعلان منه، مش عارف هقابله ازاي واقول له ايه واحط عيني في عينيه ازاي يا شاب.
لا لا مش ابويا. قال لي تعالى، قال لي تعالى يا مصطفى، قال لي تعالى. انت ايه؟ انا احترمتك اكتر من الاول، وخليك مع كمال بيه زي ما انت، ولازم اشوفك كل يوم انا عندي. هو ده صالح سليم بالظبط. مش تختلف معاهم ولا تتكلم كلمه يبقى انت ابو لهب، ويهيجوا عليك مصر كلها وجمهور النادي الاهلي. ما هو ده الاسلوب اللي كله بيتبعه لغايه النهارده. النهارده ميدان ال قدام رئاسه الوزراء ولا مجلس الوزراء، الضرب شغال ومحدش فاهم حاجه، ومحدش بيطلع يتكلم، ومحدش بيفهم الناس. طب بقالهم اسبوعين محدش كلمهم ليه؟ امتى هنبقى دغري في لغه حوار تقصد؟ هنقول للناس روحوا، وانا وعدكم ان انا في خلال 3 ايام هحل مشكلتكم وتتحل. امتى هنسمع كلام وهنلاقي تنفيذ؟ كل الناس بتتكلم ومحدش بيعمل حاجه يا مصطفى. هشام صالح سليم، انا سعيد جدا بالمداخله دي، وانا عندي وعدي او عند وعدك معايا ان شاء الله لما تنزل القاهره يا هشام لازم تبقى معايا حلقه هنا عشان نتكلم عن تاريخ الكابتن صالح وعلى هشام سليم. والله انا مش هقدرك، انا كلمت عن ابويا اللي انا اعرفه عن ابويا، وانا هقول لك اللي انت ما تعرفوش بقى. التاريخ في ناس كتير قوي في النادي الاهلي عاشوا ابويا بسفر، اكيد اكيد هم يعرفوا اكتر صدقني والله. انا عارف يا هشام. انا اللي ناقصني ان كل ما حد عاوز يتكلم عن صالح سليم يكلموني انا. هو ما فيش في مصر خالص حد يتكلم عن صالح سليم غير انا. طب انا عايز اسالك سؤال اخير يا هشام. لو كان الله يرحمه ربنا اداله عمره اكتر من كده، كان هيليه تصرف تاني في النادي الاهلي غير اللي حاصل ده؟ والله هو مسك النادي كام سنه مصطفى؟ كتير. شوف اتصرف خلال السنين دي ازاي، واكيد كان هيكمل في كده. لا انا كنت بتكلم في الفتره الاخرانيه. مش فاهم يعني الناس اللي مسكت كان هيخليها تمسك؟ كان هيسيبهم؟ ما هو المصيبه انهم كانوا ماسكين وكانوا بيحاولوا يدخلوا الناس التانية. ايوه. واصحابهم يدخلوهم ويقولوا لهم معلش ودول كويسين ومش دول كويسين وجربوا وشوف. هو اللي كان عاوز يعمله اللي رفضه، اللي اترفض في مجلس الاداره انه يمسكه ابويا عايش اخر 2 سنين، لانه كان عارف ان ده ما كانش هيعجب ابويا، بس فما رضاش يمسك المجلس غير لما يتاكد ان ابويا مش موجود. نو كومنت يا اتش. والله نو كومنت. نو كومنت يا هشام يا صالح. نو كومنت. ما هو يعني مع الاسف يعني. هشام صالح سليم الصديق العزيز، شكرا جزيلا على المداخله دي.